ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يوميات اسماء عفيفي. النهاردة وصفتنا هتكون عبارة عن جاتو الكوبايات. الجاتو طبعا ده احنا عاملينه اصلا اعادة تدوير. ازاي بقى اعادة تدوير؟ اعادة تدوير كمان من بواقي الكيكة. يعني بواقي الكيكة بدل ما نرميها، لا تعالي بقى ايه نستفاد بيها ونعملها كوبايات الجاتو. ادي بواقي الكيكة بتاعتنا، بواقي كيكة، بواقي جاتو. نعمل بقى الكريم شانتيه الأول. معايا كوباية ونص من المية المتلجة، من المج الشاي العادي أو الكوب المعياري. كوباية ونص من المية المتلجة، عليهم كوباية ونص من الكريم شانتيه الخام، ومعاهم كمان كوباية من السكر. يبقى كوباية ونص من الكريم شانتيه الخام، وكوباية ونص من المية المتلجة، وكوباية واحدة بس من السكر، سواء سكر بودر أو سكر عادي. هضرب بس الأول كده بالراحة كده على سرعة هادية الأول، عشان بس الكريم شانتيه ما يبهدلناش الدنيا والسكر. وبعد كده هروح ضربة على سرعة عالية. عليت بقى انا السرعة، فضلت اضرب فيه بالمضرب لحد ما ايه بقى، لحد ما ايدك ما تقدرش تضرب كده بالمضرب. تعالوا بقى نعمل الصوص بتاع الشوكولاتة. حطيت كوباية من اللبن، وعليهم معلقة من النشا، وثلاث معالق من الكاكاو الخام كبار، وثلاث معالق برضو من السكر كبار برضو، ومعايا معلقة من الزبدة، كيسين من الفانيليا. هقلب الأول المكونات دي كلها كده مع بعضها كده على البارد، وبعد كده هنرفعهم على النار. نقلب بس كده الأول. وهجيب بقى كيسين الفانيليا زي ما قلنا. هكتب لكم برضو مقادير الصوص بتاع الشوكولاتة تحت في صندوق الوصف، والكريمة برضو. هقلب برضو كده الأول قبل ما ارفع على النار. حطيتها بقى على النار، على نار هادية كده، ونزلت الزبدة عليها. وهستنى بقى، هفضل اقلب واستنى لحد ما الصوص يتقل معايا. تمام كده بقى الصوص تقل معايا وبرد، وهفضيه طبعا بعد ما يبرد في كيس كده عادي. نجهز بقى العلب بتاعتنا. جبت بقى العلب كده وعملت لها اشكال كده من بره كده بالصوص بتاع الشوكولاتة، وحطيت الكريمة تحت كده في الاول. وبعد كده جبت حتة من الكيك بتاعنا، وحطيت برضو فوق منها كده صوص الشوكولاتة. وادي الكريم شانتيه حطاه في الكيس بتاع الحلواني. واحط بقى طبقة من الشوكولاتة وطبقة من الكيك. ادي الكيك بتاعنا، بواقي الكيك. دي بقى الكوبايات دي بقى بنجيبها من بره بكام؟ يعني ولادي ساعات بيجيبوها ب10 جنيه او ب15 جنيه. طب وليه؟ طب ما احنا ممكن من بواقي الكيك، بواقي الجاتوه نعملها في البيت. وممكن كمان تستغلي بواقي الكيك دي كمشروع ليكي، تعمليه انتي مثلا من البيت وتبيعها بره. هنكمل بقى، نحط بقى الصوص بتاع الشوكولاتة. عايزة اقول لكم بصوا طعمها رهيب رهيب وخطير، كأنك بالظبط بالظبط جايبينها من بره، كأنكم بالظبط فعلا والله العظيم كأنها جاية من بره. تحفة. ولا الكيكة حتى، يعني عشان مثلا بايتة وكده او من بواقي الكيكة طعمها مش هيبقى حلو، لا بالعكس، ده الكيك كان طالع معايا كمان هش كده وطري من جوه، طعمه لذيذ جدا. هنعمل بقى كده الوردات دي كده بقى في الاخر بالكيس الحلواني. وهنزل برضو عليها بالصوص كده، يعني حاجات كده بسيطة بالصوص بتاع الشوكولاتة، تدي برضو ايه منظر حلو كده. اي بقى زينة عندك بقى، ده شيكوبون كان عندي اللي كان متاح.
على الوش كده، يعني حاجات بسيطة كده. عندك بقى فرماسي، الزينة اللي عندك، اي حاجة بقى عندك متاحة حطيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. احط بقى على كل الكوبايات، حتى كمان الكوبايات اللي كانت عندي ما كفتش استخدمت المج الازاز اللي هو ورا ده خالص. ممكن برضو تعمليها في كوبايات عادية، في الاطباق الصغيرة، الفخار الصغير، يعني مش شرط الكوبايات دي، يعني اللي متاح عندكم اعملوا فيه عادي. هزينها بقى بالشكل ده. اخلص بقى كل كمية الكوبايات كده، شكلها خطير يعني، كفاية بس المنظر كده يخليك اول ما تشوفوا الكوبايات دي على طول تبقوا عايزين تاخدوا منها، ما تقدروش تستنوا ابدا. وانا بصور بقى ولادي بقى واقفين، يلا يا ماما خلصي، يلا يا ماما خلصي، شكلها خطير وعايزين ايه ياخدوا منها. المهم بقى خلصتها كده بقى على طول، زينتها كلها الشيكوبون بقى كده. هم عامة يعني ما استنوش، مجرد بس كده ما خلصتها على طول كل واحد فيهم على طول خد كوباية، وكانوا عايزين تاني كمان. ودي بقى كانت وصفتنا النهاردة، ازاي عملنا من بواقي الكيك، عملنا لها إعادة تدوير، وعملناها علب أو كوبايات جاتو. أو ممكن برضو زي ما قلنا ممكن تستغلي بواقي الكيك كمشروع ليكي وتستفادي برضو منه. ما تنسينيش بقى ايه باللايك والاشتراك في القناة.